حسام حسن صادق جدا في ان هدفه يفرح الناس في الشارع، الناس البسيطه. انا مصدقه في كل حرف. بس عارف ايه الغريب في الموضوع؟ ان الناس فرحانه لحسام حسن. مش بس هو حسام حسن كان نفسه يفرحهم، الناس السويه، بس مش الناس طبعا الناس اللي حسام حسن عايز يفرحهم هم كمان فرحانين له، حاسين انه شبههم، حاسين انه منهم، حاسين ان الراجل ده فعلا بيعمل حاجه عشان يفرحك وعشان يبسطك. وانا بالنسبه لي حدوته حسام حسن دي فيها كده قمه الظلم، ان ازاي عندنا عارف فكره عقده الرجل الابيض، او عقده الناس اللي جايه تلم مننا شويه دولارات وتمشي. ده نموذج لده. الراجل ده بيصعد كاس عالم، ومصر بالنسبه لها يعني كاس العالم ده عزيز علينا قوي في الصعود ليه. فتلاقي الناس بتقول له اصل نظام التصفيات وبقت سهله ومش زي زمان، وعندك منتخب زي نيجيريا اللي كان في نص نهائي كاس افريقيا ما بيصعدش، عندك 3 افريقيا ما كنتش عارف تصعدهم مع النيجر ومع افريقيا الوسطى ومع تونس والسنغال في مجموعه، بيخرج مدرب المنتخب الوطني يقول الحمد لله ان احنا ما خسرناش سكور وبتتباهى بده. حسام حسن خدك للمونديال. بس مش كده بس، الفكره كمان ان هو ما بعد كاس الامم بيحقق نتيجه، تيجي تروح للمونديال يقول لك اصل الدنيا سهله، الدنيا ما بقتش زي زمان، بص عدد الفرق. عندك المنتخب القطري، عندك المنتخب السعودي اللي ليه اسمه، عندك منتخب تونس، عندك منتخب الجزائر، عندك منتخب العراق. انت بعد اول جولتين في كاس العالم انت الفريق الافريقي والعربي الوحيد اللي متصدر مجموعته. فكفايه بقى فكره ان احنا عمالين نتفنن مش في دعم الراجل ده، في ازاي نشده لتحت، ازاي نقلل من اللي بيعمله. وناس انا عجبني قوي يا ابراهيم اللي انت قلته في الاول عن كلمه ان لا انجاز. هو انت بتقارن بمين؟ بتقول لي اصل بص المغرب اللي كانت بتلعب نص نهائي كاس العالم، وهو انت عندك منظومه الكره المغربيه؟ هو انت اشتغلت سنين عشان تعمل مدربين وتدي لايسنس وياخدوا البرو وتعمل اجيال ومنتخبات ناشئين؟ انت في الحته دي بدراع حسام حسن، بدراع حسام حسن وبقلب اللعيبه وباقتناعهم باسم حسام حسن. الشهاده لله. احمد عز قال لي جمله عبقريه لسه بديل المنظومه، حلقه بديل المنظومه. قال لك حسام حسن بالنسبه لنا هو بديل المنظومه. صح. الله، عجبتني هي دي. صح، عجبتني، هي دي خطيره بدراعه. انت عملت منظومه. وحتى بقى الشابوني قالها كفايه بقى فكره اصل الراجل ده بيهبد على صدره بس. ليه بقى؟ الكوره حصلت يا فارس فعلا بين الشوطين في حاجه ازعم ان احنا كده كلنا قاعدين لو اتسالنا كل واحد فينا هيقول 3-4 تغييرات. الراجل ده اتحدانا كلنا بكل الناس اللي بتتفرج في البيوت، والراجل ده ما عملش تغيير واحد بين نفس اللعيبه، وغير في التوظيف. ده مدرب صح. غير في التوظيف. زيكو ازاي يدخل يضيع هدف ويساهم في هدف ويسجل هدف، كل ده شغل مدرب فروم ايه زي شادي. بص مكلف يعني